بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من كوره حافظ. النهارده حلقه مختلفه بمعنى ايه؟ واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. النهارده بنتكلم بجمهور الاهلي وجمهور الزمالك، ده بيعبر عن جمهور الاهلي وده بيعبر عن جمهور الزمالك، ده عنده القضايا اللي يناقشها وده عنده الحاجات اللي هيقولها. فتعالوا ندخل. موضوع الحلقه النهارده عن المؤامره، هل فعلا الزمالك بيتعرض لمؤامره ولا لا؟ عرفت بنفسك الاول؟ عبد الرحمن معايا. طيب عرف برضو. معاك اخوك عبد الله. بس انا عايز اقول حاجه، انا مش بعبر عن جمهور الزمالك كله، انا بتكلم عن وجهه نظري اللي انا. تمام، انا ما عنديش مشكله. هل فعلا الزمالك بيتعرض لمؤامره فعلا ولا لا؟ خد المايك كده واتكلم. هو اللي انا شايفه دلوقتي بيقول ان الزمالك فعلا في مؤامره على الزمالك. طب يعني ليه بقى؟ احنا لو بصينا دلوقتي مثلا اقل حاجه، مثلا يعني مش هقول لك الارض اكتوبر، ولا اقول لك اي حاجه من اللي بتحصل دي دلوقتي. هقول لك مثلا اقل حاجه دلوقتي، يعني بنبقى شايفينها عقود الرعايه. يعني بص مثلا على عقود لا، الرعايه. بص خد حاجه واحده واتكلم عنها دلوقتي، وبعد كده هنخلي عبد الرحمن يرد عليك، يعني نمشي بالنظام ده عشان الناس برضه تفهم. تمام. هنتكلم في نقطه، ايه هي النقطه الاولانيه؟ هتكلم عن عقود الرعايه. مالها عقود الرعايه؟ عقود الرعايه لما يبقى انا مثلا حد عايز جاي يعمل عندي رعايه، مثلا حد معين، مثلا مش هنقول اسامي يا عم، مش هنقول تمام. اسامي، بس في كلام بيبقى موثق، وفي حاجات ممكن نشوفها نرجع ليها. لما مثلا تيجي انت الزمالك مثلا تديله جنيه، وتيجي للاهلي تديله 2 جنيه، وهو نفس الحاجه اللي انا بعمل لها رعايه واعلان وكل حاجه.